في سعر اقل من 12000 جنيه عندنا ثلاث خيارات مميزين في السعر ده: الجالكسي اس 17، الريدمي نوت 15 4G، والقادم حديثا الانفينكس هوت 60 برو بلس. الريدمي نوت 15 بيقدم لك بطارية عملاقة 6000 ملي امبير، صوت ستيريو دولبي اتموس، شاشة قوية بمعدل وميض بي دبليو ام عالي وبالتالي اريح للعين. الاي 17 بيجي بكاميرا مميزة بمثبت بصري او اي اس ومدة تحديثات كبيرة، بينما الانفينكس هو الموبايل الاخف والانحف واللي بيجي بشاشة تقنيا ممتازة جدا بتردد 144 هرتز وسطوع هو الاعلى وسماعات ستيريو برضه متظبطة من الجي بي ال. لما بقى نحطهم وجها لوجه كتصميم، الريدمي نوت 15 هو موبايل بلاستيكي بالكامل، وزنه 183 جرام وسمكه 7.9 ملم، محمي ضد الماء والغبار بمعيار اي بي 64. اما الاي 17 فهو موبايل برضه بلاستيكي بالكامل، وزنه 190 جرام وسمكه 7.5 ملم ومحمي ضد الماء والغبار بمعيار اي بي 54. اما الهوت 60 برو بلس فهو موبايل برضه بلاستيكي بالكامل، لكن بعض النسخ منه او بعض الالوان منه بتيجي بظهر من الجلد المصنع. سمك الموبايل خرافي 5.9 ملم، ووزنه برضه خرافي 155 جرام، وبيجي بمعيار مقاومة ماء وغبار اي بي 65. وبالتالي الشكل ده يرجع ليك انت وذوقك، لكن عمليا الانفينكس هوت 60 برو بلس هو الموبايل الاخف والانحف والاكثر مقاومة للماء والغبار، وبالتالي يكسب معانا في النقطة دي. اما الشاشة فالريدمي نوت 15 بيجي بشاشة 6.77% بوصة بدقة فول اتش دي، يعني كثافة بكسلات 388 بكسل لكل بوصة، شاشة اموليد 68 مليار لون 120 هرتز، معدل الوميض بي دبليو ام 3840 يعني معدل عالي مريحة للعين، وكسطوع فسطوع عالي بيوصل ل 3200 كبيك برايتنس. الاي 17 بيجي بشاشه 6.7 بوصه بدقه فول اتش دي، يعني كثافه بكسلات 385 بكسل لكل بوصه، شاشه اموليد 90 هرتز، سطوعها مقبول لكنه مش الاعلى بين المنافسين، ومعدل الوميض بتاعها هو الاقل، وبالتالي هي الاقل راحه للعين بالنسبه للناس اللي بتتعب من شاشات الاموليد. اما الهوت 60 برو بلس فبيجي بشاشه 6.78 بوصه بدقه 1.5K، يعني كثافه بكسلات 440 بكسل لكل بوصه، شاشه اموليد 144 هرتز، وسطوع بيوصل 4500 نتس كبيك برايتنس، ومعدل الوميض البي دبليو ام 2160 هرتز، والشاشه محميه بطبقه حمايه جوريلا جلاس. الصراع هنا بين انفينكس وريدمي، الانفينكس دقتها اعلى وبالتالي حدتها احسن، بينما شاومي دقه الالوان فيها افضل. الانفينكس 144 هرتز، لكن خلينا نكون صريحين شويه، معالجات الفئه السعريه دي مش هتستحمل ال 144 هرتز او مش هتستفيد قوي بال 144 هرتز، فهي ميزه جيمك اكتر ما هي ميزه عمليه نقدر نستفيد بيها. موضوع البي دبليو ام ده او معدل الوميض هي حاجه مش بتتشاف بالعين، محدش بيشوف الشاشه بتعمل فليكر بعين، لكن بعض الناس بتتعب من الشاشات الاموليد بسبب الفليكر ده، وبالتالي لو انت من الناس دي اختار الشاشه الاريح، لو انت مش الناس دي تجاهل الموضوع تماما وسيبك منه. وطبعا شاشه سامسونج هي الاقل تقنيا ما بين الثلاثه. في رايي الريدمي نوت 15 يكسب. اما الصوت فالريدمي نوت 15 بيجي بسماعه ستيريو مدعومه بدولبي اتموس، اما الاي 17 فبيجي بسماعه احاديه تقضي الغرض، اما الانفينكس بيجي بسماعه ستيريو متظبطه بالتعاون مع جي بي ال. كعلو وجوده الشاومي هو افضل، بعده الانفينكس وبعده سامسونج، برغم ان الثلاثه ما فيهمش منفذ سماعات 3.5 مللي، لكن انفينكس بيدعم راديو اف ام، ومستشعر التقارب في انفينكس مستشعر حقيقي، وبالتالي تجربته في المكالمات وسماع الفويسات هتكون افضل من السامسونج والشاومي اللي هم بيجوا مستشعر افتراضي. وطبعا الثلاث موبايلات بيجوا بشبكات الجيل الرابع، شاومي وسامسونج عندهم نسخ موجوده في السوق بشبكات الجيل الخامس لكن سعرها اغلى 1000 و2000 جنيه تقريبا. الكاميرا الريدمي نوت 15 بيجي بكاميرا 108 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 20 ميجا بكسل وتصوير فيديو 1080 بي. الاي 17 بيجي بكاميرا 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه لزاويه واسعه 5 ميجا بكسل، وسيلفي 13 ميجا بكسل، والكاميرا الاساسيه بتيجي بمثبت بصري او اي اس بيدعم تصوير فيديو لحد 1080 بي. اما انفينكس فبيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل ومستشعر من سوني، وكاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل وبيصور فيديو لحد 2K. الثلاث كاميرات عامه مش هيدوك اداء خرافي، لكن السامسونج هو افضلهم من حيث معالجه الصور ومن حيث ان هو فيه او اي اس، فالصور مش هتبقى مهزوزه وبالذات بالليل، بالتالي سامسونج تكسب في النقطه دي. اما الاداء فالريدمي نوت 15 بيجي بمعالج اسمه هيليو جي 100 الترا، الاي 17 بيجي بمعالج اسمه هيليو جي 99، الانفينكس هوت 60 برو بلس بيجي بمعالج اسمه هيليو جي 200 الترا. بينما تختلف المسميات فالمواصفات واحده تماما في الثلاث معالجات. الثلاث معالجات هم معالجات ثماني النواه متقسمين 4 انواع قويه من نوع كورتكس A76 بتردد
2.2 جيجا هرتز، واربع انواع حفظ الطاقه من نوع كورتكس A55 2 جيجا هرتز، مبنيين على دقه تصنيع 6 نانومتر، ومعالج الرسومي واحد هو المالي جي 57 بنواتين. الفرق الوحيد ان الجي 200 الترا فيه 100 ميجا هرتز زياده في تردد المعالج الرسومي، ودي حاجه اظن انها مش هتفرق خالص في الاداء الفعلي، وبالتالي الثلاث معالجات فعليا ادائهم واحد. اللي هيحكم بقى على الاداء هنا هو السوفت وير، وهنا نيجي للسوفت وير. شاومي بيجي بهايبر او اس، واجهه محبوبه جدا ومكروهه جدا في نفس الوقت. محبوبه جدا عشان مليانه مميزات، مليانه تعديلات، في نفس الوقت مش مستقر قوي وممكن يكون فيها باجز هنا او هنا. على الجانب الاخر سامسونج واجهه محبوبه برضه ومكروهه شويه، مميزاتها كتير، سريعه وسلسه، لكن مش مستقره دايما، ممكن ساعات تقطع ولا تهنج. اما الانفينكس فهي واجهه واخده سمعه قديمه سيئه، الناس ما بتحبهاش لان فيها اعلانات كتير، برغم ان الاعلانات دي اغلبها ممكن او كلها تقريبا ممكن تقفلها، والواجهه اتحسنت كتير وبقت انضف كتير من زمان، فتستحق ان انت تديها فرصه ثانيه يعني. لكن عامه الاي 17 هو صاحب التحديثات الافضل والاسرع. اذا نقطه الاداء والسوفت وير مفيش فائز فيهم، لكن اللي فيهم فائز بقى هي البطاريه. الشاومي بيجي ببطاريه 6000 ملي امبير مع شاحن 33 واط مرفق في العلبه. الفينكس بيجي ببطاريه 5160 ملي امبير مع شاحن 45 واط مرفق في العلبه. سامسونج بيجي ب 5000 ملي امبير مع شاحن 25 واط ومش مرفق في العلبه. بالتالي لو عاوز بطاريه اكبر هتروح للشاومي، شاحن اسرع هتروح للانفينكس، وسامسونج مش معانا في النقطه دي. والثلاث موبايلات في مصر بيدعموا NFC. الثلاث موبايلات قريبين جدا من بعض، وهم الحقيقه الافضل في الفئه السعريه دي، لو اشتريت اي واحد فيهم مش هتندم. الانفينكس هوت 60 برو بلس يبدو الموبايل الافضل كقيمه مقابل سعر في الفئه السعريه دي، بيقدم لك هاردوير كتير قوي مقابل السعر اللي هتاخده. النوت 15 يبدو كموبايل افضل لمحبين مشاهده المحتوى والناس اللي بتنزل في الشارع كتير. اما الاي 17 موبايل افضل للناس اللي بتصور كتير، وان كان زي ما قلت لكم التصوير عامه في الفئه السعريه دي مش رهيب يعني. فيمكن خياري الاول في الفئه السعريه دي هيكون ما بين الانفينكس والريدمي على حسب الشخص اللي بيسالني، وفي المرتبه اللي بعدهم الاي 17. بس كده اتمنى اكون ساعدتك تختار. ما تنساش تعمل لايك وتقول عاوزين نعمل مقارنات لموبايلات ايه تانية. كان معاك احمد مدحت جدو من قناه ريفيولوجي. سلام.